السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. انا جايه بقى جبت شويه حاجات كده من التزيون، كان نازل عليها عروض. انا اصلا كنت رايحه اجيب حاجه تانية، رحت ما لقيتش اللي انا عايزاه، مش ما لقيتوش، فجبت حاجات تالتة. يعني ايه تبقي انت رايحه تجيبي حاجه اصلا سبحان الله تجيبي حاجه تانية خالص. طبعا احنا ايه يعني طبيعي هنجيب حاجات رمضان، بس احنا عشان الحمد لله يعني كل واحد على قد حاله، فكل واحد يعني في ناس بتنزل مره واحده تجيب حاجاتها كلها مره واحده تحطها، وفي ناس زي حالاتنا كده كل ما بتلاقي حاجه قدامها سعرها كويس بتقوم جايباها وايه وشايلها. فانا لقيت الملوخيه دي نوعها حلو برضو مونتانا، جبت منها كيسين، كان عليها عرض 7 ونص. وجبت الملكه، مكرونه الملكه قولوا معايا اسمها ايه؟ قولوا معايا يا جماعه، نسيت يا نهار ابيض. لا مش فاكره اسمها، راح من دماغي خالص. لقيت عليها عرض عامه ب15 جنيه فجبتها. وجبت دقيق وشاي والفانتا البرتقال دي برضو جبتها، كانت عليها عرض 9 جنيه. ف انا عايزه افتكر اسم المكرونه، انا نسيتها خالص. لازانيا. جبتها الحمد لله. وجبت برطمان الصلصه برضه نوع كده مش عارفه نوع ايه بس هو شغال. وجبت البطاطس، كانت شكاة البطاطس دي عاملة تقريبا 25 26 حاجة زي كده، 30 تقريبا 30. اه 30 عشان كان واقف الكيلو ب6 جنيه، فيها 5 كيلو. برضو لقيتها حلوة وفعلا تحفة جدا في التحمير وفي الطبيخ وفي السليق، انا جربتها في التلاتة الحمد لله كانت حلوة قوي. بس دي كده شوية حاجات اشتريتها. وكان تقريبا كيس مكرونة انا نسيت اقوله، كنت برغي. كيس برضو المكرونة كايرو كيلو كان عامل 20. برضو نوع الكايرو ده حلو قوي 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 بجد. في يعني نوع ممكن مش مشهور قوي بس حلو يعني، انا على طول بجربه. هناخد بقى ايه البطاطس دي هنطلع منها كده شويه اللي هنشتغل بيها النهارده. نعمل احنا جبنا بقى بطاطس، فطبيعي نعمل اكل. والله خيرتهم قلت له انا جبت بطاطس وجبت مكرونه، تختاروا ايه فيهم؟ قال لي اعمل لي اي حاجه، فقلت انا اعمل اي حاجه، اعمل بطاطس عشان تقعد معانا يومين. فعملت كميه حلوه كده، شايفين شكلها جميل ازاي؟ كلها كانت زي الفل حلو قوي. مع ان انت الواحد مش بيجيب بطاطس من عند اي حد، يعني البطاطس انا بجيبها من عندنا من السوق من عند واحد معين احنا عارفينه. البطاطس بتاعته ما شاء الله عليها مضمونة يعني. بس الصراحة جبت بقى دي قلت سعرها كويس، وان شاء الله بقى ايه هتبقى حلوة. يعني لو مش حلوة في التحمير هنطبخها ونسلقها ونعمل بيها اي حركات تانية، بس الحمد لله طلعت حلوة في كل حاجة. فاخدت بقى شوية البطاطس دولت على كام بصلة دي. وجبت بقى هنا ايه، جبت يا جماعة والله العظيم انا مش عارفة اقول لكم ايه. جبت وراك وبانيه، بس البانيه انا شلته في الفريزر دلوقتي. حتى والله ما غسلتوش ولا تبلته ولا اي حاجه، شلته زي ما هو عشان ما كانش عندي وقت. انا لما رحت جبت الحاجات دي كنت طبعا في شغلي، وبعد الشغل رحت جبت الحاجه، فطبعا وقت عدى طويل جدا. احنا كنا متغدين تقريبا الساعه 7:30 8، على طول بقى متاخره. وغسلت طبعا قشرت البطاطس وغسلت كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، وهنزل بقى في الخلاط احط القوطه اللي معايا كلها وعليها البصل وعليها التوابل زي ما انتوا عارفين انا بحب جدا احط كله على بعضه في الخلاط، بتبقى حلوه قوي. البصل برضو لما يبقى مفروم كده بيبقى حلو، عشان لو انت عندك مثلا ولادك مش بيحبوا البصل بيطلعوه، فانت لما تحطيه في الخلاط يتضرب مع الطماطم مش تحسي بيه. فانا بحب ان احط بقى البصل مع القوطه مع التوابل في الخلاط يتضربوا، وبعد كده ايه مره واحده ومنزلهم على البطاطس والوراك، بيكون كله متحيق، مبقاش فيه يعني التوابل في حته وحته لا، كده بيكون احسن. واوقات برضو ممكن اقطع البصل حلق او دواير يعني زي ما تحبوا، لو حابين يعني عادي. بس برضو طريقة البصل في الخلاط كده مع الطماطم بيكون حلوة للناس اللي مش بتحب طعم البصل يكون واضح. واقطع بقى البطاطس دي زي ما انتم شايفين كده، قطعتها حلق يعني حلقات، بس مش لا تخينه ولا رفيعه، لان أنا كنت لسه بجربها فانا مش عارفه دي هتستوي هتاخد وقت قد ايه في السوا. في بطاطس بتقطعها تخينه بتستوي على طول، برضو في بطاطس قطعها تخينه ما تستويش اصلا مهما عملتي بقى معاها. لكن الحمد لله دي انا قطعتها ايه لا تخينه ولا رفيعه، وسطنتها كده اهو، والحمد لله طلعت كويسه واستوت في وقت كويس. بس كانت المشكله عندي اللي انا عملت الكميه دي كلها ما شاء الله في صينيه كبيره، فالعين طبعا مش تاخد كل ده. والعين اللي عندي انا عندي طبعا بوتاجاز 5 شعل،
فالشعله اللي في النص اللي هي الخمسه الكبيره دي، انا عندي لما جيت حولت البوتاجاز من انبوبه لغاز، الراجل ما عملهاش. انا قلت له ما تعملهاش، انا كده مش بستعملها، مش محتاجاها. جيت احتجتها، يعني كنت محتاجه اولع العين دي، افتكرت ان انا ما كنتش، ان انا ما حولتهاش على غاز. فللاسف سبتها. وهقول لكم بقى انا سويت الصينيه ازاي دلوقتي. بتاكد بقى في بطاطسايه تانية هربانه ولا لا. كانت في واحده هربانه. كده خلاص بطاطس جاهزه. والوراك بتاعتنا برضو غسلتها بميه وملح وخل ودقيق وليمون ونقعتها 3 دقايق كده كويسين، وشطفتها تاني زي ما احنا عارفين بنغسل الفراخ بتاعتنا ازاي. واحط بقى في الخلاط التوابل اللي جهزتها، واحط عليهم برضو في الخلاط الصلصه اللي هو المعجون الطماطم كله في الخلاط. بصوا بقى التوابل، حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وزعتر وشطه وبهارات وماجي، ومش عارفه قلت لكم ملح ولا لا. هنحط برده كل ده في الخلاط كده اهو. والوراك انا نغستها كده، قعدت خرمتها بالسكينه عشان خاطر ايه التوابل برضو تدخل فيها كلها. ناخد بقى الخلاط، هنحط فيه شويه ميه ومضربينه، يبقى معانا بقى الصلصه جميله جدا وريحتها كانت حلوه قوي. واهتموا بالزعتر، الزعتر مع البطاطس بيبقى حلو حتى لو مش هتحطي فراخ او اي حاجه. ومع الفراخ طبعا حكايه. خدت بقى كل الخليط بتاعي ضربته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده اهو. كان جميل قوي. شايفين كده نزلت الطماطم بتاعتي كلها بعد ما ضربتها بالتوابل وكل حاجه. حتى الصلصه حطيناها معاه عشان خاطر ايه ما نحطهاش على الوش كده اهوت وما تتقلبش كويس او تبقى مركزه في مكان واحد بس. هوسع بقى كده للصلصه عشان تنزل كلها في الارض. ممكن برضو نهزها زي ما انتم شايفين كده اهو. وكده كده لما تحط على البوتاجاز وهتغلي فكله برضو هيدخل في بعضه. طبعا لازم نحط على الوش سمنه او زيت زي ما بتحبي تستعملي هتحطي. وممكن برضو ما تحطيش على فكره، لان الوراك طبيعي الوراك او الفراخ بيكون فيهم دهونهم، يعني الدهون بتاعتهم. فانا حطيت معلقتين سمنه كده حلوين ونحطها على البوتاجاز. طبعا السمنه كلها هتسيح وكله ايه هيبقبق مع بعضه. وده هنا كان استاذ مصطفى هو اللي ايه اللي كان بيظبط لي الصينيه. طبعا جينا نحطها على العين اللي في النص، افتكرنا اللي هو مش شغال زي ما قلت لكم في الاول. ف وحطها على العين الكبيره واحده بس من البوتاجاز، طلع مش ما نفعش. كانت هتركز في مكان واحد ومكان تاني مكانش هيوصل. فمصطفى قال لي احنا نفتح العينين اللي ورا بعض ونحطهم عليهم هما الاتنين. وفعلا عملت كده واستوت وكانت زي الفل يعني. وطبعا ما عنديش غطا للصينيه، فجبت الصاجه بتاعه الفرن اللي بتاع الكهرباء الصغير، غطيتها بيه عشان طبعا ايه تستوي كلها حلو. وجبنا بقى الحله بتاعتنا والاسباتيولا الجميله بتاعتنا برضو الجديده دي، ونزلنا بشويه زيت على معلقتين سمنه حلوين. وهنبدا بقى اللي احنا ايه نحمر الشعريه بتاعتنا. انا رغيت كتير قوي المره دي، حاسه انا بتكلم كتير جدا. لو لسه بقى بتتفرجوا على الفيديو لحد هنا كده اهو، احنا وصلنا يعتبر عدينا النص. دوسوا بقى دوسوا ايه احنا بنقول ايه؟ دوسوا لايك لو لسه ما دوستوش على اللايك، واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد. عشان احنا خلاص الشهر الجاي وهيبقى عدينا سنه، واحنا ما عملناش اي حاجه ولا حققنا اي حاجه من المطلوب مننا. وللاسف للاسف للاسف انا مش يعني شهر 4 اللي جاي ده هبقى كملت سنه. شهر 5 هيتمسح عندي المشاهدات بتاعت اول شهر انا نزلت فيه حاجات، والتاني شهر بعد كده يعني كل ما اعدي شهر من السنه الجديده هيتمسح شهر مشاهدات من السنه القديمه. فطبعا ده هتبقى في حد ذاته هتبقى كارثه بالنسبه لي، لان انا اصلا ما حققتش الشروط. فيا جماعه بالله عليكم ساعدوني في ان احنا نحقق الشروط عشان
نوصل واحده واحده، يعني احنا مش عايزين نبقى زي حد. كل واحد ربنا بيديله على قد حجمه وعلى قد مستواه وعلى قد مقدرته وعلى قد ما ربنا كاتب له. احنا بس عايزين نعدي الشروط المطلوبه عشان خاطر ما اخسرش اللي فات الصراحه. فلو لسه بقى ما اشتركتوش اشتركوا كده في القناه يا جماعه وابسطوني. انا هنا اصلا سبت الموبايل شغال يصور، كنت فاكره نفسي ان انا وقفته، سبته شغال مع نفسه، ولما هفتكر هقفله دلوقتي لحد ما الشرايط تحمر. قلت ايه ده، كل ده سايباها الشرايط تحمر قدام الناس، هزهقهم، ما هي الشرايط تتحمر، ايه اللي هيحصل فيها اكتر من اللي بيحصل يعني. كنت بقى قفلت ورجعت تاني، كنت مستغربه جدا، مش عارفه اللي قولوا معايا الشعريه كانت عماله ليه تعمل الفقاعات دي. قالوا لي ان في حد قال لي ان ميه، في ميه جت فيها يعني، فمش عارفه فعلا في ميه جت في علبه السمنه او كانت في الحله او ايه اللي حصل بالظبط، مش عارفه. انت خدت بالك انا حطيت حبهان مع الشعريه، وانت بتحمري الشعريه بتحطي حبهان، بيبقى تحفه، بيدي الرز طعم تحفه تحفه تحفه. وريحه طبعا، انتوا عارفين الحبهان خطير ازاي. بس كان شكله غريب، الفقاعات دي كانت غريبه، مش عارفه كان ليه كده. طبعا احنا غاسلين الرز ومجهزينه ومجهزين الميه المغليه في الكتل ومظبطين كل حاجه حوالينا، بحيث ايه اللي احنا ننزل على طول بالشغل بتاعنا. هنا بقى كانت الشعريه خلاص احمرت والفقاعات كانت عماله تزيد، والرز بتاعنا كان مغسول زي ما انتم شايفين في المصفى بتاعت الرز اهو. ما تسيبيش رزايه، ما تسيبيش رزايه، نزلي الرز كله، نقيه بايدك كده نزليهم. الرز دلوقتي ب25 جنيه، والله اعلم، وفي محلات بتبيع الكيس ب30 جنيه. بس بس انا بتكلم على الرز السايب، الكيلو ب25، اكياس ب30. فهنتقي الله كده اهوت وما نرميش اي حبايه. انا هنا كنت عامله كيلو رز، بحيث قلت الاكل يكفي معايا يومين، ما اعملش تاني يوم حاجه. والحمد لله فعلا اليوم دوت اللي كنا فيه الاكل دوت، تاني يوم كملناه وما شاء الله كان بيكفينا. هنا الملح كنت لسه فاتحه الكيس وما كانش فيه وقت ان انا احطه في البطرمان، فايه دلقت على طول منه على الحل. نديله بس تقليبه كده اهوت مع بعضه. طبعا الميه لازم تكون مغليه عشان خاطر ايه الرز يبقى مفلفل معانا. ممكن اكون عملت معاكم الوصفه دي قبل كده، واكيد اكيد عملتها قبل كده. انا فاكره ان أنا عملتها مره، ممكن اكتر بقى من مره، بس انا فاكره في مره معمول قبل كده. بس دي محدش بيزهق منها، البطاطس والرز محدش بيزهق منهم، يعني بتبقى اسهل حاجه واسرع حاجه ممكن واحد يعملها يعني. تحطي بقى الميه الكافيه للرز بتاعك، اهم حاجه انك تغطيه، وحسب برضو نوع الرز اللي انت بتستعمليه، في الرز بياخد ميه كتير وفي الرز ما بياخدش ميه كتير. فانتي طبعا بتبقى عارفه الرز بتاعك اللي انت جايباه نوعه عامل ازاي. فانا هنا الرز دوت الحمد لله بيتظبط على طول، يا دوب بس زي ما انتم شايفين كده بغطي وشه، واول ما بيغلي غلوتين بقوم موطيه عليه واقوم مديله تقليبه واسيبه بقى يكمل سوا براحته، وبقى كده بقفل عليه. هنا بقى البطاطس كنت بلفها كل شويه كده، اقوم مديها ايه لفه، بحيث ان الجنب اللي مش بيكون واصل له الحراره كويس او يكون مش بيغلي كده اقوم لفاه، عشان كلها تطلع معايا بسوا واحد، والحمد لله طلعت كلها بسوا واحد فعلا. هناخد بقى الصاجه تاني نغطي بيها. طبعا مش ده مش ايدي، ده مصطفى اللي كان الحمد لله بيساعد. طبعا شايفين البوتاجاز بقى متبهدل ازاي، والله اللي بيبهدل البوتاجاز كده تأمير العيش. هنا بقى البطاطس كانت يعتبر ايه شبه استوت، شغلنا الفرن وسخناه، هندخلها بقى الفرن تاخد لها كده وش، كان خلاص بقى محدش بقى قادر يستحمل اكتر من كده. وانا مش عمري ما اقدر اكل الفراخ بالطريقه دي، لازم تكون اتحمرت على البوتاجاز في الفرن. يعني انا ممكن اكلها مسلوقه، انا متاكده ان هي اتسلقت كويس، لكن كده في الصينيه من غير ما تتحط في الفرن لا ما اقدرش، لازم بقى احطها الفرن، يعني ادخلها الفرن الاول. انا كنت مولعه الفرن دلوقتي كده خلاص، هندخلها بقى الفرن
والرز بتاعنا خلاص كان استوى، والفراخ بتاعتنا جهزت زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما خلصنا خالص ادي الفريش لوك اللي بيقولوا عليه بعد ما خلصنا الاكل بتاعنا. البطاطس كانت تحفه تحفه بجد والله العظيم، جربوها هتعجبكم جدا. وحطوا معاها، انا نسيت اقول لكم انا حطيت معاها قرفه. القرفه مع البطاطس وهم. جربوا الطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. لو لسه بقى ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه يا حلوين، عشان احنا بنخسر، احنا بنقع، احنا بنضيع يا وديع. وفعلوا الجرس واعملوا دوسوا لايك لو سمحتوا لايك، عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. يا رب يكون الاكله بتاعتنا النهارده عجبتكم. وطبعا الاكله دي سهله جدا وبسيطه، العيال كانت بتاخد مني الاكل وانا بتكلم، مش مستنيين لما اخلص.